بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا بتكلم معاكم النهاردة وأنا فعلا مش محضر حاجة. يعني عايز أكلمكم وعايز أقول لكم اللي في قلبي وأطلع أتكلم معاكم. بصراحة أنا مش عارف أبتدي منين، لكن في آية جميلة أوي بتقول: ولا يقنطوا من رحمة الله إلا القوم الكافرون. الحمد لله رب العالمين، إحنا مش كافرين بالله سبحانه وتعالى. في آية كمان جميلة بتقول: فإن مع العسر يسرا. ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا قرآن مش حاجة عشان نقراها قراية جرايد، فعلا عشان حاجة نقراها ونتعمق فيها. يعني مثلا الآية الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هو العرب كانوا إيه زمان؟ كان عندهم نخوة وكرامة وكرم وإجارة وكرامة طبعا، بس كانوا قبائل بتتحارب فيما بينها. كان في جاهلية، لكن سبحان الله الإسلام ألف من بين قلوبهم. مش هما بس، لأ، دي الأعراق التانية اللي دخلت في الإسلام: مصر والشام، بلاد فارس، الروم. ودلوقتي لما بتشوف حتى على السوشيال ميديا أو أي نقاش بيحصل ما بين اتنين، بتلاقي دايما العامل المشترك إن هم مسلمين. يعني إيه اللي بيخلي مثلا المصري يتكلم مع الجزائري، مع السوري، مع السعودي، مع الفلسطيني، غير إن هم أخوة في الدين؟ أنا مش عايز أتكلم كتير أو أسترسل كتير. أحب الأول أهنئ إخواننا السوريين اللي تعبوا، في منهم اللي استشهد الله يرحمه، واللي اتهجر، على الانتصارات الكبيرة اللي بتحصل حاليا. ولا نملك إلا أن نسجد لله شكرا ونقول الحمد لله. مفيش حد ما سمعش عن الجرائم اللي عملتها الميليشيات الشيعية، حزب الله. في ناس هتزعل مني، بس ممكن يكون عدوي هو حليف لحد تاني. زي بالظبط كده ما هو حزب الله عدو في سوريا وحليف للمقاومة في غزة. زي كده ما مصر وتركيا أعداء في ليبيا بس حلفاء في الصومال. السياسة هي فن الممكن، والسياسة الدولية صعبة، وسياسة الدول ما بتتقاس زي ما احنا بنفكر. حتى لما بيكونوا أعداء بتلاقي فيه خطوط تواصل ما بينهم وبين بعض. فنحب نهنئ إخواتنا السوريين. احنا في معاكم وفي ظهركم، واحنا السند والظهر. وبندعي لإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويحفظهم، ويا رب ينصر ويحفظ المسلمين في كل أنحاء العالم. أي انتصار ليكوا هو انتصار لينا. آه أنا دلوقتي جاي أتكلم في حاجة. هل إحنا في مصر ما عندناش غيرة من اللي بتعمله أو بيعملوه إخواننا في غزة؟ هل إحنا ما عندناش غيرة من اللي بيعملوه الثوار في سوريا؟ شفنا مناظر جميلة في غزة ومؤلمة في نفس الوقت. شفنا مناظر جميلة في سوريا، إن شاء الله ما يكونش فيه مؤلم أو المؤلم بسيط. شفنا والنساء بتتحرر من السجون أو هو بيحرروهم. هل ممكن إن إحنا نعمل كده في مصر؟ هل ممكن إن إحنا نحرر المصريين؟
هل ممكن إن إحنا نخرج المعتقلين وعلى رأسهم سيفنا حبيبنا الشيخ حازم صلاح؟ ساعات بحس إن الناس دي منتظرانا، مستنيانا. بحس بمسؤولية شخصية أنا تجاهي أنا، بحس بمسؤولية شخصية كبيرة. فكرت في حاجة، وقبل ما أفكر في الحاجة ديت عايز أرجع معاكم كام سنة ورا. أنا كان ليا قناة في 2019 اسمها سيف الدين دياب، ممكن يكون حد منكم لسه فاكرها. طلعت واتكلمت، حصلت حاجات كتير، بس جيت في الآخر وجات لي فكرة جميلة. كانت الفكرة 25 يناير 2021. قلت إن إحنا إن شاء الله ننزل 25 يناير 2021، بس على شرط إن مفيش حد هينزل الشارع غير لما أكون أنا الشرارة بتاعت الثورة. يعني أنا اللي هنزل الأول بإذن الله الشارع، وهدعوكم وأنا في الشارع إن أنتوا تنزلوا. الفيديو ده تقريبا اللي شافه 500 600 واحد فقط. بعته لناس محسوبين علينا. آه، في منهم اللي ما ردش خالص، وفي منهم اللي رد، وفي منهم اللي كان رده سلبي للأسف. طبعا الدعوات اللي بتحصل، يعني أنا مثلا لو قلت ننزل أكيد في ناس هتطلع تشكك فيا كتير. بس لو قلت إن أنا اللي هنزل الأول يوم 24 يناير، دي هتبقى يوم جمعة، 25 يناير هيبقى يوم سبت، 25 يناير 2025 هيبقى يوم سبت، 24 يناير 2025 هيبقى يوم جمعة إن شاء الله. لو أنا قلت بإذن الله إن أنا اللي هنزل وأنا في الشارع، هدعوكم إن أنتوا تنزلوا يوم 24 يناير، الناس تصلي الجمعة، كل واحد يروح بيته، أو لو هتقعد مع أصحابك أو هتروح لعيلتك ومسك التليفون في إيدك زي ما كل الناس بتعمل. طبعا هيبقى في تخطيط، هيبقى في حاجات كتيرة، تنظيم، لكن الفكرة في العموم إن أنا هنزل الشارع الأول. مفيش حد فيكم هينزل، أنا اللي هنزل الأول بإذن الله. وأنا في الشارع هقول لكم انزلوا. لو لقيتوني في الشارع، اللي عايز ينزل ينزل، ينزل يحرر نفسه قبل ما يحرر أي حد، واللي مش عايز ينزل خلاص هيفضل في البيت. بس اللي هينزل هيبقى معايا، هيبقى في صفي، هيبقى جنبي، هبقى أنا وهو حاجة واحدة. واللي مش عايز ينزل خلاص مش هينزل. هيطلع مثلا أي حد في إخواننا اللي موجودين على الساحة أو بيدعوا للثورة، زي مثلا هنقول للمهندس خالد السرتي وله كل الاحترام والتقدير. هيقول تاني وهننزل تاني واحنا ما اتعلمناش. المرة دي يا أستاذ خالد أنا اللي هنزل الأول، أنا ما بقولش لحد ينزل، ولا أدعو لحد إن هو ينزل قبلي. الشرط البدء أنا اللي هبقى في الشارع، أنا اللي هبقى موجود في الشارع، أنا اللي هعمل لكم فيديو من الشارع وأقول لكم أنا في الشارع. اللي عايز ينزل يحرر بلده ينزل يحرر بلده، واللي مش عايز ينزل خلاص. فيها مخاطرة، فيها مخاطرة، بس تستحق المخاطرة، تستحق المخاطرة.
الفيديو دوت هيبقى أول فيديو في سلسلة، قدامنا إن شاء الله شهرين. عايز أشوف رأيكم إيه. إيه رأيكم في الكلام اللي أنا بقوله؟ لو أنا نزلت هتبقوا معايا؟ هننزل كلنا إيد واحدة؟ ولا أنا هنزل مش هلاقي حد معايا؟ ده أول فيديو ليا بتكلم فيه في الموضوع دوت، وعايز أعرف رأي حضراتكم إيه. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات رأيكم، في نفس الوقت تشتركوا في القناة بتاعتي في التيك توك، عشان عايزين ندخل على التيك توك ونتكلم مع بعض زي ما أي حد بيعمل. نشوف حل اللي احنا فيه، نشوف حل للمأساة اللي احنا بنعيشها والكابوس اللي احنا بنعيشه. البورسيسي مش هيكفيه غير انه يموتنا واحد واحد، ويخلص مننا واحد واحد، ويبيعنا حتة حتة. هو ده عشان كده، واحنا كل يوم بنتأخر فيه الأمور بتبقى صعبة أكتر. الفرصة اللي بيحصل في غزة، الفرصة اللي بيحصل في سوريا، فرصة مش عايزين نضيعها، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ريتنا كنا نقدر نعمل حاجة لغزة. تقدر لو نزلت معايا يوم 24 يناير، يوم الجمعة الجاي، بعد شهرين، حوالي شهرين. تقدر تقدر تحط نفسك ما بين الأمم، تقدر تعمل لنفسك شأن وقيمة، تقدر تعمل لنفسك كرامة، تقدر تخرج معتقلينك من السجون، تقدر كراجل تخرج إخواتك من السجون اللي احنا ما بنعرفش بيتعمل فيهم ايه دلوقتي، أو عارفين وعاملين نفسنا مش واخدين بالنا. تقدر توضح حد للي بيحصل. مش كده وبس، تقدر ترسم خريطة جديدة للمنطقة. خلي بالنا من حاجة، مفيش حد عامل حساب للحكام، كله عامل حساب للشعوب. اوعى تفتكر ان انت ضعيف، واوعى يتصدر لك ان انت ضعيف مش قادر. اوعى، انت قوي. عارف انت قوي ليه؟ عشان هم خايفين منك. اللي جوه واللي بره خايف منك وعارف قيمتك، بس انت مش عارف قيمة نفسك. فرصة، يا رب ما نضيعها. زي ما قلت تاني، ولكل الناس اللي هتشكك في اللي انا بقوله، الشرارة هتبقى انا انزل الاول الشارع. الشرارة هتبقى بنزولي انا شخصيا. لو انا منزلتش محدش ينزل، لو انا ما اتحركتش محدش يتحرك. بس باذن الله لو انا نزلت كله ينزل. عشان كده الموضوع ما فيهوش اي مخاطره. سيادتك هتقعد في بيتك وهتستنى اشاره البدء مني انا شخصيا باذن الله. ويا رب المره دي ربنا يوفقنا، لان انا فعلا نيتي صادقه، وعايز فعلا ان الكابوس اللي احنا فيه دوت ينزاح. عبواتنا في السجون بتنادى علينا، المعتقلين في السجون بينادوا علينا،
إن شاء الله عايزين ننزل ونثبت للعالم كله إن إحنا رجالة. عايزين ننزل بإذن الله ونثبت لإخواتنا في غزة إن إحنا ما ننساهمش. عايزين ننزل ونعلي على أي حد، نوريهم يعني إيه بإذن الله الشعب المصري لما ينزل بيغير، وما يغيرش بلده بس، ده يغير بلده والبلدان اللي حواليه كمان كلهم. واحنا مش ضد اي حد، احنا بنتكلم في حق شعب نظام بيظلمه، حق شعب نظام بيسرقه. احنا بنتكلم في حقوق، والحقوق ما بتزعلش حد. انا متفائل خير، وان شاء الله خير، وباذن الله المره دي نقدر نغير ان شاء الله. واللي عايز ينضم لنا اهلا وسهلا، واللي مش عايز ينضم لنا سيبنا في حالنا. بلاش تشوه فينا، بلاش تطلعنا عملاء وخونة. انا بقول لك انا اللي هنزل الاول، انا اللي يبقى موجود في قلب الاحداث باذن الله، انا اللي هبقى في الصفوف الاولى، ومن غير نزولي محدش ينزل. بالتالي مفيش امان اكتر من كده. ان شاء الله باذن الله هنكمل الحلقات الجايه، بس ضروري ان انا اعرف رايكم. لو بالكم من بعض، نصر ربنا قريب باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.